بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنتكلم على تحليل ماتش الاهلي ويانج افريكانز مع الكابتن ريشه. الماتش ابتدى زي ما احنا شايفين تمام. الماتش ده كان فيه مشكله جدا طبعا. في الماتش انتهى 1-1. طبعا الماتش كان فيه مشكله كبيره بعد الماتش، مش في اثناء الماتش. بعد الماتش حصل مشكله وهي بتقول ان هل كولر مظلوم ولا لا، هل كولر مسؤول عن النتيجه ولا لا. وشفت ناس بتقول ان كولر مش مسؤول نهائي عن النتيجه، وان المشكله بس مشكله لعيبه، لان الناس دي بصت بس للشوط الثاني وبصت للفرص اللي ضاعت الشوط الثاني. يا جماعه الخير، الشوط الاولاني ده مين اللي بيحاسب عليه؟ هل المدرب برضه ولا لا؟ فاحنا هنشوف هنا. ابتدى معانا الماتش عادي جدا، مفيش اي مشكله. ال 4-3-3 بتاعتنا. نبص بقى فكره. بصوا يا جماعه، احنا ما بنلعبش عندنا دايما هنا دي الناحيه الشمال بتاعتنا، تمام؟ هما الفرق اللي قصادنا، وده اتكررت كذا مره، ما بيلعبوش غير على الناحيه دي. فتلاقي انت عندك معلول طبعا دفاعيا الدنيا بالنسبه له صعبه. مروان تقريبا بيقابل لوحده، تمام. ديانج اشتغل بالقلب كويس. امام طالع هنا لقدام. المفروض نظريا يعني ان امام هو اللي يبقى في المكان ده، مش حسين. يعني حسين المفروض بيضغط من بدري، امام المفروض هو اللي يبقى في المكان ده. بس ماشي، مفيش مشكله، وكده كده الاثنين دفاعيا يعني على قدهم يعني. طيب ما هم كرروا النمط ده كذا مره، تمام. نفس الكلام، احنا هي نفس الناحيه. لو تلاحظوا هنا كل اللعيبه متجمعه في مكان واحد. طبعا الكره دي انا ما اعرفش هو الحكم على اي اساس ما حسبهاش طرد. يعني طبعا مفيش فار ومفيش حاجه، بس للاسف الكره دي على الاقل انذار او طرد. نفس الكلام. بصوا هنا الكره دي، عشان الكره دي هنعوزها بعدين. اللعيب دخل هنا عادي جدا لوحده، بسط كرة من ورا الدفاع عندنا برده لوحدهم، مفيش اي مشكله خالص. حظنا حلو ان ياسر قفل وكورنر، تمام. طيب نبص هنا تاو. المفروض بقى نظريا ان بما ان احنا بنلعب زي ما احنا ال 4-3-3 بتاعتنا، تاو رجع هنا. المفروض ديانج نظريا يبقى هو هنا. ديانج يعني بيعتمد على التوقع وعنده سنه كسل بالذات الشوط الاولاني. طيب نبص الكلام برده. هم دخلوا هنا في قلب وسط الملعب، بيعمل اللي هو عايزه. طبعا مروان بيحاول يلحق، وطبعا هنا في فدان، هنا في صحراء في المكان ده كله. طبعا الشحات جاي من بعيد قوي. اللعيب ده بس لو ذكي شويه ولعبها من بدري، وهم فيهم مهاجم بس واحد كويس، كانوا هيعملوا علينا احنا مشكله كبيره. طبعا كل ده تاخير. حظنا حلو طبعا، وبرده حظنا حلو ان معلول عرف يلحق الكره اللي اتلعبت في ظهره. ده طبعا الكره قطعناها. كهربا ما اعرفش كهربا بيعمل ايه الحقيقه، بس ما علينا يعني. طيب نبص بقى نفس الكلام. الكره اتاخدت من هنا، تمام. ده المفروض مروان. طبعا هنا في صحراء، تمام. ونبص للكوره كده، وحظنا طبعا زي ما انتم شايفين. حظنا حلو ان الشناوي، طبعا الشناوي يا جماعه بقى بيعمل حاجات غريبه قوي. الشناوي الحقيقه ما عادش بيخش فيه انفرادات. يعني الشناوي بقى، يعني الفرق اللي قصادنا يا ريت تخش لنا انفرادات، لان المنظر اللي بيحصل ده الشناوي بقى بيشيل انفرادات وما بيعملش اي حاجه ثانيه في الماتش. نفس الكلام. انت هنا طبعا الدفاع اتضرب، الخط النص مروان لوحده مش قادر. ومروان يا جماعه ما بيقطعش كور، بس مروان مش قاطع كرات بالمعنى المفهوم. فبالتالي لما تروح عليه لوحده من غير اي مسانده معاه من امام او حتى من ديانج اللي هو بدنيا المفروض اعلى، فيطلع النتيجه بالمنظر ده، يبقى حظنا حلو. نفس الكلام. هي نفس الناحيه، احنا على طول ما هي نفس الناحيه الشمال كل الفرق. نبص بقى هنا فكره بقى يا جماعه. حسين الشحات، وانت حسين الشحات بقاله اكتر من ماتش انا مش فاهم هو عايز ايه. يعني هل هو عايز دايما هو اللي يجيب جون، ولا هو عايز يصنع كور؟ يعني هو عايز يعمل ايه؟ احنا الحقيقه ما احناش فاهمينه، تمام. ده فضلا يعني ان برده الماتش ده ما تكررش فيه فكره الشوط الاولاني كله. ما فيش فكره المثلث اللي احنا متعودين عليه اللي ما بين معلول وامام والشحات. ما تفهمش الثلاثه تقريبا نسوا الكوره كلهم في فتره واحده. حظنا حلو طبعا ان تاو كان بيرجع، وده يعني حاجه للتاريخ يعني. طبعا احنا عندنا هنا كل كوره هتيجي عندنا في القلب هتبقى فيها المشكله اللي انتم شايفينها دي. طول على اللي بيحصل معانا على طول ان احنا طبعا الكره الثانيه شبه ما بنشوفهاش كويس، ودي كانت من اكتر عيوبنا الماتش ده الشوط الاولاني بالتحديد. ده كل الكره الثانيه ما بتعملش بيها حاجه. نبص اللقطه دي يا جماعه بتثبت بس كلام قلناه كتير. طبعا المفروض انا ما اعرفش دي ما حاسبينها هجمه مرتده ولا حاسبينها ايه. انت عندك ثلاث لعيبه فيهم واحد عليه اثنين جنبه وواحد وراه واثنين هنا معاه كويس، في 6-7 لعيبه من الفرقه اللي قصادنا على ثلاث لعيبه. مشكله كهربا بقى اللي هتشوفها دي هو فكره تحكمه في الكوره على الارض. كهربا ما بيقدرش يتحكم في الكوره على الارض كويس، بالذات لو قدامه مساحه، لان هو بيفكر تقريبا بيعمل كذا، بيتعفرط بالبلدي كده ويتكهرب ويفكر كذا حاجه في مره واحده. فهنشوف النتيجه النهائيه ما تفهمش هو عايز يرقص ولا عايز يعمل ايه. طبعا تحكمه في الكوره ويبص على الارض ما اعرفش بيعمل ايه برده، تمام. طبعا احنا هنا حظنا حلو. طبعا هو مروان الوحيد اللي يعني هو مروان بيحاول يغطي المساحه دي كلها لوحده. فتلاقي دايما مروان يمين شمال، مروان بيحاول يدافع باي طريقه.
تمام. نبص بقى هنا، طبعا احنا عندنا هنا امام. طبعا هتسالني تقول لي امام كان فين الماتش ده؟ اقول لك الله اعلم. طب امام ايه اللي جابه ناحيه اليمين؟ برضه الله اعلم. يعني احنا بنحاول نستكشف مع بعض عايز يعمل. طبعا طلعت النتيجه كده، وانا رايي ان هو كان من نص الشوط الاولاني كده كان يطلع، يعني ما استناش معاه اول الشوط ده كويس. وهتلاحظ دايما بقى هنا بدا هنا شويه، تمام، ان زي ما احنا قلنا ان امام جه ناحيه اليمين. اللي حاول يعمله كولر انه لما لقى ان مروان لوحده مضروب ومش قادر، فقال لك طيب هات بدل ما امام المفروض كان يبقى ناحيه الشمال هنا وامام ما بيعملش حاجه، طب ودي امام يمين وهات معاه ديانج، يبقى انا عندي ديانج ومروان الاثنين يحاولوا يقابلوا. لكن الحقيقه ان الشوط الاولاني الاثنين برده ما قدروش، الطريقه دي ما قدروش يعملوا فيها اي حاجه. هي نفس الناحيه الشمال اللي بنتضرب منها عادي جدا، مفيش اي حاجه بتحصل غير من الناحيه الشمال بس. وزي ما احنا شايفين هو اللعيب ما شاء الله شغال لوحده بيعمل اللي هو عايزه. كل ده احنا ما عندناش اي مشكله خالص. احنا هنا بنلعب الكلب الحيران، يعني انتوا واخد بالكم هي كره واحده اللعيب لف بيها، تمام. طب احنا بنضغط احنا الثلاثه وما شاء الله الثلاثه اتضربوا كلهم في كره واحده، فانا بقيت رايح عندي وعندي واحد اثنين ثلاثه دول بقوا بره اللعب. فبداوا بالبلدي كده يا جماعه نحس بفكره ان هم بيشكلوا علينا. تعالى اما احرق لك دمك. بص بقى تاو، المفروض احنا رايحين دي بقى هجمه مرتده زي ما الناس بتقول. واحد اثنين ثلاثه أربعة، رايحين على ثلاث لعيبة. عندنا بقى طبعا محمد هاني أسرع جاي بسرعته من اللعيب ده. نبص بقى تاو عمل إيه؟ بص بقى أحرق دمك، ده جرى لك أهو خد المدافع، ده ياخد واحد معاه. ده بقى حسين الشحات. طب ما تعمل أي حاجة، طب ما تلعب من حسين الشحات. كهربا بيقول له العب أهو، وكهربا بيتحرك وكل ده احنا مش أوف سايد. تاو بجملة الأداء الفردي اللي زي الزفت للفرقة كلها طلع النتيجة اللي بالمنظر ده. فهمش برضه بيبص أنت بتشاور لمين؟ يعني أنت بتشوح لمين ولا بتعمل إيه؟ طلعت النتيجه زي ما احنا شايفين. برضه احنا عندنا امام اتثبت ان هو يجي هنا ناحيه اليمين كويس، بحيث ان يدي فرصه ان ديانج يغطي مع مروان، بحيث ان يبعد المكان اللي فيه هجوم اكتر من الفرقه بتاعت يانج. امام كده كده ما بيدافعش، فامام نسحبه ونودي الاثنين ناحيه اليمين ونحاول نشوف. هو بدا هنا يحاول ياخر الشحات، يخلي اول خط يقابل يبقى الشحات كويس، بدل ما كان الشحات بتلاقيه هو اللي ورا مع معلول ومروان اول واحد بيقابل. قال لك طب نخلي الشحات هو اول واحد يقابل ونشوف الدنيا يمكن يحصل حاجه كويس. هنا الدنيا بدات نسبيا الدنيا تتظبط. طبعا دي الكره الوحيده تقريبا اللي مروان عرف يقطعها الشوط الاولاني كله. ديانج برده هنا بيحاول يقرب وبيحاول يعمل اي حاجه، فانت واخد بالك، فما فيش مشكله. طبعا هو التمريرات بتاعته تعبانه. عندنا امام برده على الله الماتش ده. نبص بقى هنا يا جماعه، هي فكره انه زي ما قلنا اللعيب لعب الكوره حلوه قوي. ديانج ما بيضغطش، ديانج ما بيعملش حاجه غير ان هو بيحلق. فانت طول ما انت بتحلق انت سايب الكوره براحتها خالص، تمام. انت سايب الكوره يعمل فيها اللي هو عايزه. اللعيب ده بس يا جماعه هو لو في سنه ذكاء عند الثلاثه اللي قدام دول كان ممكن يزعلوا الدفاع بتاعنا جامد. لو في سنه بس ذكاء. طبعا كل ده هم بيحاولوا يهاجموا بنفس الطريقه، تمام. هنا ديانج مال شويه ناحيه الشمال مع مروان. كان لو لاحظنا قبل كده ديانج كان بيبقى هنا او مايل شويه شمال. دلوقتي ديانج قفل الدنيا، طلع مع مروان بهدف انه يقفل المساحه دي، محاوله من كولر انه يبدا يفوق في الاخر الماتش، في اخر الشوط الاولاني يبدا يفوق يحاول يشوف حل يعمله. نفس الكلام، فكره ان ديانج يحاول يقابل يقرب شويه هنا، مرواني هنا يحاول يثبت. امام ما اعرفش هو واقف يرضى، امام بيقف يتفرج مع اللعيبه. يعني انت بص هنا، بص بقى امام هيعمل ايه. يعني انا هوريكم لقطه جميله قوي. اللعيب هنا ادي مروان وادي ديانج، المفروض ان هنا بتحرك اسرع شويه. بص بقى امام يا جماعه لطيف قوي، يعني امام طيب، يعني بيسيب اللعيبه دايما بالذات لما تيجي هو بيزهق ما بيكملش معاهم. هو ناسي ان هو اصلا بيلعب خط الوسط ناحيه الشمال، هو مش مهاجم ومش جناح، هو بينسى الكلام ده كله. فاللعيب زي ما احنا شايفين مروان بيخاف يعمل فاول، ديانج بيحاول يعمل يعني يحلق او يعمل اي منظر، وتطلع النتيجه زي ما احنا شفنا كده. تطلع كورنر عادي جدا. لو اللعيب ده بس حريف شويه وشاط الكوره بس وهو بياخدها من اولها، من اول ما لمسها كانت ممكن تخش في وسط الزحمه دي جول، وتبقى النتيجه زي ما احنا كده ايه شايفين. طبعا الشناوي يعني مفيش، هو انفرادات بس. طبعا هتقول لي الكوره دي عدت ازاي؟ يقول لك والله ما اعرف، يعني زيك بالظبط. مفيش اي، يعني احنا ما عندناش تنظيم دفاع. الشوط الاولاني ده كل الغلطات اللي ممكن حد يتخيلها في الدفاع حصلت، مفيش حد بيعمل اي حاجه. تعالى بقى احرق لك دمك تاني. المفروض ان ده حسين الشحات، ماشي؟ طب حسين الشحات عمل ايه بقى؟
الولا لحق المدافع، لحق الكوره ماشي، حسين عمل ايه بقى؟ طب ما تسيبه، انت ليه عامل فاول؟ هو اصلا لو سبتها لوحده تمام هو كان طالع بيها كورنر اصلا، انت ليه بتعمل فاول؟ برضه نفس الكلام. احنا هنا بصوا بقى يا جماعه كام؟ هم ضربونا هنا بكام لعيب؟ احنا عندنا 1 2 3 4 دول بره الكوره، هم بيلعبوا 1 2 3 4 على 5 لعيبه من عندك في الاساس. طب نبص بقى هم عملوا ايه؟ لو لعيب حريف بس حظنا وحش جدا الشوط الاولاني، هم فرقه يا جماعه والله يعني هم على قدهم. بعدين احنا عملنا لهم قيمه الشوط الاولاني، وده اللي انا كنت بتكلم فيه، ان احنا نستحق التعادل مش عشان الشوط الثاني ضيعنا فيه كور، لا احنا نستحق التعادل لان الشوط الاولاني ده هو كولر مسؤول عنه واللعيبه، مش بس ان كولر كويس الشوط الثاني وصلح نفسه الشوط الثاني. طب الشوط الاولاني انت بتعمل فيه ايه؟ وطبعا الكوره دي ما اعرفش اصلا يعني ياسر يعني انت زعلان ليه؟ ما هي اصلا يا ابني المفروض فاول وانذار. وطبعا يعني امام برضو بيحاول يحلق، يعني هو امام بيحاول يحلق، بيعمل اي منظر ان هو خاف يظهر بقى انه يخرج او يتغير، قال لك اعمل اي منظر وخلاص. نفس الكلام هنا بقى برضو مروان بدأ يحاول هنا بدل من فكره التحليق فكره الضغط على اللعيب نفسه. طبعا ماشي ولا اتحسبت فاول الكوره ما فيهاش حاجه، بس ما علينا يعني ما فيش، حظنا برضه حلو ان هم ما عندهمش حد بيشوط، ده بيصطاد عصافير مالناش دعوه بيه. ابتدى الشوط الثاني، الشوط الثاني بقى يا جماعه وعنوانه ان الاهلي وصل. ليه بقى؟ بدأ كولر يفهم ويفوق ان احنا عندنا مشكله وان امام نايم، فقال لك طب احنا ننزل قفشه من الاول ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. رجعنا لطريقتنا المعتاده، بنحاول نطلع بالكوره عادي جدا مفيش اي مشكله. ده ديانج بقى، كنا احنا قلنا في اخر الشوط الاولاني ان مارسيل كولر جاب ديانج ناحيه الشمال كويس بحيث ان هو يسند شويه مع مروان ويودي امام هو اللي ناحيه اليمين. تمام. نبص بقى الشوط الثاني هو رجع ليه؟ رجع للاساسي الديفولت مود بتاع الاهلي بقى اللي احنا متعودين عليه، انه يخلي ديانج من ناحيه اليمين ويجري. بس هو مش عايز من ديانج اكتر من كده، ان انا بص انا بقى ديانج انا هخترق عمودي، انا طول ما انا ديانج بجري عمودي على الجون على المرمى بتاع المنافس انا حلو، انا كده هو احسن لعيب في القاره يعرف يعمل الموضوع ده. لكن ما تقدرش تعتمد على اكتر من كده. نبص بقى على حاجه كده عشان انا حاسس والله اعلم ان كان فيها توريطه من ديانج. انت رايح انفراد خلاص، ده لعيب دولي يا جماعه، ده خط وسط دولي في منتخب بلده وخط وسط دولي في الاهلي. انت رايح هنا، انا رايي الشخصي يعني ان غالبا كهربا كان عايز الكره دي يا اما من بدري يا اما كهربا ما توقعهاش. كره بقى المفروض جت هنا تمام، طيب هي جايه نسبيا ورا كهربا، الكره دي لو هنا هو هيحطها احسن من كده. اتلبخ هو طبعا طبعا ما بعفيش كهربا من المسؤوليه ان هو يضيع كره زي دي، بس يعني دي عنده نسبه معينه كده مثلا نسبه 10 20% يعني ايه تلتمس له العذر فيها. بنحاول هنا بقى نشوف الدنيا فيها ايه، يعني احنا عندنا هنا حسين الشحات، طبعا حسين ما تفهمش هو عايز ايه يعني فاهم، هو لا رفعها ولا شاطها يعني بجملة يعني. طيب نفس القصه بدا هنا كولر في ميزه شويه ان هو حاول يعني بالبلدي كده ايه ما يعودش الفرقه اللي قدامك على طريقه معينه للضربات الركنيه، عكس ماتش سموحه اللي احنا كنا بنلعب كل حاجه شبهك هي بنرفعها واي حد يحاول يلطش وخلاص. هنا حاول مره من بره مره يحاول يلعبها. طبعا هنا في مشكله، طبعا هو هنا المفروض ده المكان اللي كان بيلعب فيه عبد المنعم وهو اللي بيحطها، طبعا هو رامي هنا طبعا هو على الله اساسا، بس هو الماتش ده ما كانش وحش، لكن طبعا زي ما احنا شايفين كده هو كتم الكره بدري قوي. بدأنا هنا بقى يا جماعه نلعب بالطريقه بتاعتنا، ادي قفشه وادي معلول وادي الشحات، لو رسمنا هنا الثلاثه دول نعملوا مثلث مستريح. طيب خلاص انت هنا اهو حسين الشحات بص بيشوف مين اللي معاه، اتلخفنت بس ماشي مفيش مشكله. كهربا حلو قوي التحرك، طبعا ما نقدرش نطلب من كهربا اي حاجه احسن من اللي حصلت دي، لان الكره طبعا هو رقص الجون، الكره تحت رجله بعد ما اترقصت ومسافه ضيقه والمدافع ما شاء الله سريع فطبعا لحق الكوره. ما دي ما اقدرش الومه عليها برغم ان هي فرصه برده، بس ما تقدرش تلومه ان هو ما اعتقدش ان كان في مهاجم يعرف يجيب احسن من كده. طيب نكمل بقى طبعا يعني نشوف بقى ده الماتش ده كان تقدر تقول عليه موسم تضييع الفرص بقى، يعني ده سنوات الفرص الضائعه بتاعنا. ده طاهر ربنا كرمه ونزل عمل تنشيط في الهجوم، وهنقول ليه عمل تنشيط في الهجوم بقى. كريم اتحرك حلو قوي اهو بيشاور له حلو، بص بقى يا عم كريم عمل ايه؟ يا انت بتعمل ايه؟ انت اتاخرت ليه؟ التاخيره اللي عملها كريم دي هي تعطيلة الجون. طب ما انت الجون هنا اهو، اي حاجه غير اللي انت عملتها دي صح، انت لو لعبتها لتاو حتى يا راجل كانت هتبقى صح. ايه المنظر يعني دي ليه؟ يعني ايه الغرض اللي انت استفدت منه؟ يعني الكوره طبعا وحشه جدا متشاطه وحش قوي، انت صيدت الجون على قفانا اونطه في اونطه يعني.
طبعا هتقول لي الكرة دي عدت ازاي؟ اقول لك برضه الله اعلم. والله يعني احنا عندنا في الدفاع انجاز، بس الحمد لله ديانج قرب بقى. تمام. طيب نبص نشوف الكرة اللي بعدها. ده تاو. حلو قوي. احنا كل ده بنحاول نمشي ونلعب لعبنا احنا بقى. حلو قوي. مروان هنا بصوا، دي كانت المفروض تتعمل عدل. نبص بقى اللعبه دي اهو، المثلثات بتاعتنا اهو، سواء مثلا السوليه بنلعب كريم. تمام. جاي له معلول اهو، 1 2 3 مثلث مع بعض. حلو. 1 2 3 الطريقه اللي احنا متعودين عليها. ليه ده بقى ما كانش بيحصل من الشوط الاول؟ ما هي تنفع تتحرك او تنفع تحصل اهي. حلو. كريم اتحرك حلو قوي زي الفل، واعتمدنا ان طبعا المدافع غلط طبعا كويس، وربنا كرمنا بجون تاني. طب نبص بقى هنا، احنا ايه صعب على لعيبه الاهلي انها تمسك نفسها 5 دقايق. احنا هنشوف الفينش بقى الاخراني، وهنشوف بقى ايه حرقه الدم. يعني فاهم انت اللي هو مراحل تكون الجلطه. يعني انت متخيل؟ بص بقى عزيزي بقى ايه المشاهد، ايه اللي حصل؟ شايف دول؟ شايف الاثنين الحلوين الامامير اللزاز دول معاهم الكابتن ديانج لوحده. فين بقى هنا؟ فين مين المفروض يبقى هنا؟ فين بقى الدفاع بتاعنا؟ يعني فين بقى الاخوه بتوع خط؟ فين اي حد يعمل اي حاجه؟ تمام. حلو. اذا كوره زي الفل. تمام. الرجاله هنا بقت 2 اتضربت طبعا في كوره واحده. بصوا بقى المساحه دي فيها 1 2 3 على ديانج. كل دي واحنا فاضل لنا خلاص هم اخر 5 دقايق. اللعيبه عندنا صعب عليها بقى، وطبعا تركيزها واضح ان لياقتها برده قلت. طبعا زي ما احنا شايفين اللعيبه واقفه تتفرج، اللياقه طبعا زي ما احنا قلنا قليله. الفرقه مفيش حد من الثلاثه موجودين ضغطوا. الكره خدت ايد الشناوي. انا سمعت ان بعض الناس ممكن تحمل الشناوي من جزء من الكوره، ماشي مفيش مشكله، بس ده الوضع يعني. طبعا انا هنا من وجهة نظري ان باختصار مفيد ان كولر اخطأ طبعا بنسبة 50%، نتيجة ان هو اللي بدأ التشكيل مش احنا. هو المقدر، هو المسؤول عن ان احنا نقعد شوط كامل بندافع، شوط كامل مش مركزين، شوط كامل بيتلعب علينا بنفس اللعبة، من نفس الجهة بتاعتنا، وهو ما بيحاولش يعمل اي حاجة واضحة. فبالتالي هو 50% من الموضوع ده هو يتحمله. الملاحظ ان مش كولر بس اللي يشيل برضو النتيجة، جزء كبير من الموضوع ده على اللعيبه. غير في لعيبه طبعا ضيعت فرص، دي طبعا عاملين دي فيها مشكله، وفي لعيبه تانية محتاجه ان هي تفوق. احنا ما عندناش 3 4 لعيبه على بعض قادرين يجيبوا مستواهم. تعليق بس بسيط كده وصغير على فكره ان طاهر ممكن يتوظف مهاجم. طبعا انا عندي اعتراض على فكره ان احنا كل شويه نجيب جناح ونحط مهاجم، لكن خلينا نتكلم. طاهر محتاج بينجح معاك كمهاجم لما يكون عنده مساحه قدامه وما يكونش جنب الخط، فبالتالي هو بيلعب في اتجاه الجون بس بعيد عن الخط، وبيبقى فيه مساحه فبيستغل فيها سرعته. غير كده طاهر ما ينفعش ان هو يبقى مهاجم. دي الفكره، طول ما فيه مساحه طاهر كويس، غير كده لا.